السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية سمك، انما ايه بقى حكاية هتنسيكوا السمك المقلي والسمك المشوي، ومن حلاوتها وطعمتها مش هتعملوا السمك غير بالطريقة دي. سموا الله وصلوا على رسول الله، ويلا نشوف هنعمل صينية السمك الحلوة دي مع بعض ازاي. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا كده قرن فلفل احمر، قرن فلفل اصفر، قرن فلفل اخضر، ولو مش متوفر عندنا الفلفل الالوان ممكن نستخدم فلفل اخضر، بس هيكونوا 3 حبات كده من الفلفل. هنقطعهم شرايح رفيعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الناس اللي بتحب الحاجه سبايسي ممكن يقطعوا كده شويه فلفل حراق معاهم كمان. هناخد الفلفل كده ونحطه في بوله، والفلفل هيكون بالشكل ده كده. بعد كده معايا بصلايه صغنونه هقطعها حلقات رفيعه كده هي كمان. وهجيب كده حبايه كبيره من البطاطس او حبايتين من البطاطس وهقطعهم هما كمان حلقات رفيعه. اهم حاجه ان انا اقطع البطاطس حلقات رفيعه قوي كده علشان تستوي هي والسمك مع بعض، مفيش حاجه تاخد وقت وحاجه لا، تكون بالشكل والحجم اللي انتوا شايفينه ده. ناخد بقى البطاطس والبصل ونحطهم هما كمان على الفلفل في البوله اللي معانا. تعالوا بقى نعمل التوابل اللي هنتبل بيها السمك. معايا معلقه كده صغيره مليانه هرميه من بهارات السمك، واحده زيها كده من الكمون، رشه شطه صغيره، نص معلقه صغيره مليانه من الكزبره المطحونه، وملح، وشويه فلفل صغيرين خالص، فلفل اسود صغيرين. هنقلبهم كده مع بعض ونخلطهم كويس. هنسيب البهارات دي بقى كده على جنب، ونجيب الكبه او الهون ونحط فيهم نص راس توم كده او حوالي 7-8 فصوص كبار، ومعاهم نص بصلايه صغيره، ومعاهم كده شويه من الفلفل اللي احنا كنا مقطعينه مع بعض، ومعاهم نص حبايه من الطماطم، يعني انا حطيت عليهم كمان نص حبايه كده من الطماطم. وهعصر عليهم 4 أو 5 ليمونات، 3 ليمونات على حسب حجم الليمون اللي موجود عندك. طبعا كلنا عارفين ان السمك بيحب الليمون. وهاخد كده نص التوابل اللي انا حطيتها او اكتر من النص شويه، واحطهم على الحاجات اللي موجوده معايا في الكب. هضربها بقى كده وانعمها، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. هنا طبعا معايا السمك مغسول ومتنضف ومتشال القشر اللي عليه، يعني انا بنضفه زي المقلي بالظبط. بشيل القشر وبنضف بطنه وبغسله كويس بالميه والدقيق والطحين. هناخد السمك ونبدا نقطعه جزل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا السمكه كل ما تكون حجمها اكبر كل ما هتديكي جزل كبيره وشكلها حلو. بس ده كان السمك اللي موجود عندي في الفريزر فاستخدمته. طبعا الناس اللي بتحب راس السمكه ممكن تسيبها مع الجزء الاخراني، لكن انا هفصلها عن السمك. بعد ما قطعت السمك كله كده، اخدت شويه كده حوالي نص التتبيله اللي انا عملتها في الكبه، وهسيب شويه دول، وهقلب كده السمك في التتبيله، وهدعكه كويس كده وافركه بالتتبيله لحد ما اشرب السمك بالتتبيله اللي احنا عاملينها دي كويس جدا. هسيبه على جنب بقى حوالي كده نص ساعه يتشرب من التتبيله. بعد كده هنجيب الصينيه اللي هنسوي فيها السمك، واي نوع صينيه هينفع. هحط فيها كده البطاطس والفلفل والبصل اللي احنا قطعناهم، وهنزل عليهم بشويه التتبيله اللي احنا كنا سايبينهم، وهدعكهم كده مع بعض كويس وافركهم حلو قوي، واشربهم كده بالتتبيله اللي موجوده معايا. وبعد كده افردهم في الصينيه، وهعصر عليهم كده حوالي ليمونه او ليمونتين. وهنا معايا جزريه كده مبشوره ناعم، هرشها كمان على البطاطس والحاجات اللي موجوده معايا. ودي بقيه التوابل اللي انا شلتها هاخدها هي كمان وارشها كده على وش الصينيه. وهجيب السمك وهبدا ارصه على وش الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنرش عليها رشه زيت خفيفه، مش عارفه الجزء ده راح فين، بس انا رشيت بعد ما خلصت رص السمك شويه كده من الزيت، حوالي معلقتين 3. بعد كده بقى هنجيب ورق ألمونيوم ونغطي وش الصينيه. التسويه على عين البوتاجاز من فوق، هحط الصينيه وهسيبها تغلي كده وتستوي حوالي 10 دقايق ربع ساعه. اول ما بحس ان السمك خلاص استوى بروح شايله ورقه الفويل دي وبدخلها الفرن تاخد وش بس، مش اكتر من كده. يعني طريقه تسويه سهله جدا. ودي صينيه السمك بعد ما خرجت من الفرن، ما شاء الله كانت ريحتها قلب الدنيا. تعملوا جنبها شويه رز ابيض، تعملوا جنبها شويه رز احمر، كده جميله وكده جميله. هي عموما مأكله كده نفسها وحلوه قوي. هتنسيكوا السمك المقلي اللي غرقان في الزيت، وهتغيروا شويه من السمك المشوي. جربوها بجد هتعجبكم جدا، ومش هتعملوا السمك بعد كده غير بالطريقه دي. الفيديو بتاعنا خلاص خلص. اللي عجبته الوصفه يا ريت يعملي لايك. مستنياكم تجربوها وتقولي لي ايه رايكم فيها، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.